اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. الثلاث قطع صابون اللي حضراتكم شايفينهم دول وزن القطعة منهم 260 جرام. يعني حضرتك بتشتري القطعة من بره 120 جرام وبيكون سعرها 15 جنيه. الثلاثة دول سعرهم هيبقى حوالي 90 جنيه لو اشتريتيهم من بره، ومتأكدة ان هما مش حاطين فيهم الخامات اللي احنا مستخدمينها النهاردة. هنعمل الصابون النهاردة بمكون رهيب ورائع في التنظيف، اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن حابه اذكركم بيه كل شويه علشان دايما تستخدموه في اغراض التنظيف في البيت. النهارده هنشتغل على كوبايتين اتنين بس من الزيت. كلنا عارفين ان كوبايه الزيت بتاخد معلقتين اتنين من الصودا الكاويه. دلوقتي انا حطيت نص كوبايه ميه، وحطيت عليها 4 معالق من الصودا الكاويه. ليه 4 معالق؟ علشان انا هستخدم كوبايتين اتنين من الزيت. اتكلمت مع حضراتكم قبل كده وقلت ان افضل نتيجه للصابون ان احنا نسيب الصودا الكاويه مركونه ليله كامله. طبعا المعلقه اللي هقلب بيها تكون معلقه بلاستيك او معلقه مخصصه للصابون، لانها لو كانت معلقه الومنيوم هنبص نلاقيها طوست والحقيقه شكلها ما بقاش حلو خالص. غطيت الصودا الكاويه وهركنها ليله كامله علشان نحصل على افضل نتيجه للصابون بتاعنا. نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الميه هاخد بيها كوبايتين اتنين من الزيت المستعمل. افضل طريقة علشان نصفي الزيت ان احنا نحط قطعة من سلك الالومنيوم ونبدأ نصفي الزيت بتاعنا. الطريقة دي بتخلصنا من اي شوائب ممكن تكون موجودة، وعلى فكرة ما تقلقوش خالص، بواقي سلك الالومنيوم ما بيكونش ليه اي اثر خالص في الزيت. بالعكس، ده انا بتخلص من كل الشوائب بطريقة سهلة وبسيطة. حتى المصفى السلك اللي احنا بنستخدمها ما بتدينيش نفس نتيجة سلك المواعين. اخدت كوبايتين، الكوبايه دي وزنها حوالي 200 جرام، يعني 200 220 جرام حاجه كده يعني. اخدت كوبايتين. يا جماعه من فضلكم، زيت السمك انا ما بحبوش خالص في الصابون، لان احنا لو هنغسل بيه ملابس بالذات، يعني الملابس تحديدا، ما بتكونش ريحته حلوه. البطل بقى بتاعنا النهارده في الفيديو هو الاسيتون او مزيل طلاء الاظافر. عملنا منه فيديو قبل كده. الفيديو ده كنا بننضف بيه الدهون اللي موجوده على الطاسات منفردا بدون اي اضافات معاه، والحمد لله بفضل الله تقدروا حضراتكم تشوفوه، كان حصري على القناه، والحمد لله داخل في نص مليون مشاهده. اخدت معلقه واحده من الاسيتون لان انا مستخدمه كوبايتين اتنين بس من الزيت، ومعايا نص معلقه من الملح. كلنا عارفين قد ايه الملح بيديني صلابه للصابون، بالاضافه لان هو بيطهر الصابون بتاعي. بدانا نقلب كويس جدا جدا، كوبايتين الزيت على نص معلقه الملح على معلقه البطل الاسيتون او مزيل طلاء الاظافر. معايا معلقه واحده من كلوركس الالوان. تقدري حضرتك تستبدليه بالكلور او الصابون السائل او البرسيل جل، يعني المتوفر عند حضرتك. ولو مش عايز تحطي اي حاجه خالص مفيش اي مشكله، ولكن زي ما حضرتك شفتي اول ما نزلنا بكلوركس الالوان الزيت لونه فتح معانا، بالاضافه طبعا لان هو بيخلصنا من جزء كبير من ريحه الزرنخه اللي بتكون موجوده في الزيت. يلا بقى نجيب الصودا الكاويه اللي احنا راكنينها ليله كامله عشان نحصل على افضل نتيجه، وبدانا ننزل بيها بالراحه. لو لا قدر الله طرطشت على ايدك ولا حاجه، منديل وفيه خل وتمسحي مكان الصودا الكاويه ما جت علشان ما تسببلكيش اي نوع من انواع الالتهابات. دايما بنقول الارشادات دي عشان الناس اللي بتشوفنا لاول مره تكون عارفه الكلام ده، لكن طبعا الناس اللي متابعينا على طول حافظين وشاطرين. طيب بدأنا نقلب كويس جدا، ولازم بعد ما انزل من الصودا الكاوية افضل اقلب مش اقل من ربع ساعة تقليب متواصل عشان الصابون والمكونات اللي انا حطيتها تتجانس مع بعضها بشكل كامل. دلوقتي هنزل بمعلقة كبيرة من المسحوق البودر، ويفضل يكون غسالات عادية، لان زي ما حضراتكم عارفين مسحوق الغسالات الاوتوماتيك بيكون فيه انتي فوم او مانع رغوة بيضعف من رغوة الصابون. المسحوق البودر من الحاجات اللي بتديني صلابة حلوة، وكمان ريحة حلوة جدا، وكمان تنظيف حلو قوي للملابس وانا بغسلها بالصابونة دي. معايا معلقة من بيكربونات الصوديوم او صودا الخبز، وكلنا عارفين قد ايه بيكربونات الصوديوم حلوة جدا جدا في التنظيف. الناس اللي بتتلخبط بينها وبين الزهرة البيضاء، بيكربونات الصوديوم بتستخدم في الاكل اللي هي الطعميه والرصوص والكلام ده كله، ومتوفره عند العطار. زي ما حضراتكم شايفين كل ما بقلب اكتر كل ما قوام الصابون بيبدا يتقل معايا. هبدا بقى ننزل بيه في اي علبه من علب العصير، علبه من علب اللبن اللي انا غسلاها كويس. لو مش متوفر عندي قوالب، انا عندي قوالب سيليكون، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا دايما بتشوفوها، ولكن انا بحاول ابسط الموضوع. العلب دي اللي كان موجود فيها الكحك. يعني بصوا اي حاجه، بس اهم حاجه يا جماعه ما تكونش حاجه يعني معدن مثلا عشان الصابون ما يتفاعلش معاها. اهم حاجه ما تكونش حاجه ما تعرفيش البلاستيك بتاعها حتى قوي، بحيث ان انت مش هتعرفي تنزليها بعد كده لما تنشف، مش هتعرفي تنزلي منه الصابون لما ينشف. ببدا بقى ان انا يعني ادي خبطتين كده عشان لو في اي فقاعات هوا تطلع معايا،
بصوا تحس ان انا بعمل كيك مثلا. وبعدين سويتها كده بالمعلقه، واخد معايا بالظبط يومين على ما نشف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ما تقلقيش، قاعد معاكي يوم يومين ثلاثة، المهم ان هو ان شاء الله في الاخر هينشف وهيديكي نتائج كويسة جدا. بس اهم حاجة التقليب الجيد. وزن القطعة الواحدة زي ما قلت لحضراتكم 260 جرام. تعالوا بقى نعمل اختبار كده لصابونة الاسيتون اللي احنا عملناها. طبعا هي الطاسة مش متسخة بالقدر اللي يخليني ان انا احكم على الصابونة، ولكن برضو مش هو ده اللمعان اللي احنا عارفينه او واخدين عليه بتاع الالومنيوم، او اللي احنا منتظرينه من صابونه بالجوده اللي احنا عاملينها النهارده. حاطين بيكربونات صوديوم مسحوق بودر، حاطين كلوريكس الوان. بالمناسبه كل المكونات دي يا جماعه بمجرد ما الصابونه بتنشف ما بيكونش ليها اي اثر. يعني مش عايزه حد يبقى قلقان ازاي صابون المواعين ابقى حاطه فيه كلوريكس الوان وابقى حاطه فيه مسحوق بودر. ما كل ده مش ولا حتى الزيت هيبان ولا الصودا الكاويه هتبان. انت بتحصلي في الاخر على صابونه كاملة متكاملة بتنظف لك كل حاجة وكل البقع وكل الدهون، وبتلمع الألمنيوم وبتنظف كل حاجة في البيت. ما شاء الله الصابون الأسيتون معايا حلو جدا جدا. احنا اتكلمنا يمكن عن الأسيتون قبل كده، ولكن انا يعني متاكده ان حضراتكم من كتر المكونات الجديده اللي احنا بنكتشفها مع بعض، سواء الاسيتون سواء التنار سواء النشادر سواء قشر البيت سواء يعني كل الحاجات دي اللي احنا مش متعودين نستخدمها في المنظفات، لما بنيجي نستخدمها يعني متاكده ان حضراتكم بتنسوا. فدايما بكون حريصه ان انا اذكركم بالحاجات اللي هي متاحه قوي قوي وسهله، ومع ذلك بتدينا نتيجه حلوه جدا وباقل مجهود. بصوا حضراتكم الرغوه بتاعتها عامله ازاي، بالرغم من ان انا لسه عاملاها امبارح. بس على فكره الصابون اول ما ينشف يا ريت بس تبداي ان انت تغطيه وما تستخدمهوش قبل مرور 3 اسابيع علشان يكون امن على بشرتنا. بصوا ما شاء الله الطاسه بقت تلمع معايا ازاي بمجهود بسيط جدا. ازازه الاسيتون دي على فكره يعني تقدري تجيبيها ب 10 جنيه من المحلات اللي هي بتاعه الاكسسوارز، او تقدري تجيبيه كيلو من شارع الجيش او من ميدان باب الشعريه من عند محلات مستلزمات المنظفات. انا بجيب الكيلو على بعضه كله سعر الكيلو 60 جنيه. اظن يعني مفيش توفير بعد كده. طبعا عمرك ما هتجيبي اكتر مثلا من ربع كيلو. طيب زي ما حضراتكم شايفين وزن الصابونه الواحده 220 جرام، الاربع صابونات وزنهم 620 جرام.